سلام، إن شاء الله تكونوا كاملة وبصحة جيدة يا رب. لما نطول عليكم البنات ندخل مباشرة في الموضوع. في فيديو اليوم راح نحكي لكم على أنواع لي شامبو اللي جربتهم ورأيي الصريح فيهم بعد التجربة. ديري للزينة لايك وهيا نبداو. أول شامبو راح نحكي لكم عليه هو هذا الشامبو من شركة أورفيا. كنت شريته 120,000 والسعة تاعو 200 مليلتر. هما ذاكرين أنه مخصص لعلاج تساقط الشعر. صدقوني البنات أنه من أسوأ لي شامبو اللي جربتهم في حياتي. ينشف الشعر بطريقة مش طبيعية، كي تغسلي به شعرك يطلع في السماء. والمشكل أني كنت مهما نحاول نرطب شعري بالسيرومات بعد ما نستعمله ما يحبش شعري يتشرب هذوك السيرومات وزيوت ويبقى طالع في السماء وناشف. بالنسبة لعلاج تساقط الشعر هو منفعنيش صراحة، ولكن ما نقدرش نحكم عليه لأني في الفترة اللي كنت نستعمل فيها هذا الشامبو مشكل تساقط الشعر عندي كان داخلي، على بها منفعنيش خلاص. شوفوا البنات، نمدلكم نصيحة صغيرة. أنا واحدة من الناس كنت كي يوقع لي مشكل في بشرتي أو شعري مباشرة نتجه للعلاج الخارجي. نروح نشري كريمات وزيوت وما إلى ذلك ونبقى نستعمل فيهم وهم ما يمدولي حتى نتيجة، والمشكل أني نشريهم بأسعار غالية وما كنتش نعرف أنه لما يكون المشكل داخلي مستحيل تعالجيه بالمنتجات الخارجية. فمثلا أنا كان عندي تساقط شعر يعني جدا جدا رهيب، شعري كان يتساقط بطريقة جدا رهيبة وأنا قاعدة نستعمل في الزيوت والماسكات وما إلى ذلك، وما شفت حتى نتيجة وما شفت حتى فائدة. حتى الواحد المرة رحت للطبيب ودرت لي زاناليز واكتشفت أنه عندي فقر دم حاد وكذلك نقص في مخزون الحديد. فلو أني من البداية رحت للطبيب وبديت ناكل في المكملات الغذائية ونظمت نظامي الغذائي لو كان ذكرني ارتاحيت من تساقط الشعر والحمد لله. ولكن مع الأسف احنا دايما نتجهوا للكريمات والأخر ونبقاو نستعملوا فيهم ولكن بدون فائدة. فكي تشوفي عندك مشكل في بشرتك سواء حب سواء تساقط شعر ما حبش يرتاح ولا ما حبش يخلص هذاك المشكل بعلاجك بالكريمات وما إلى ذلك، فمباشرة اتجهي للطبيب وشوفي المشكل بلاك يكون داخلي. ثاني شامبو كنت استعملته وخلاص لي خلاص هو شامبو غارنيه الأصفر بالأفوكادو. كنت شريته 60,000 والقرعة الكبيرة تدير 150,000. طبعا كامل تعرفوا هو من أفضل الشامبو اللي جربتهم. يرطب الشعر ويمد له لمعة بزاف هايلة. شوفوا البنات كي نقولوا يرطب معناها شوية تحسي شعرك فيه لمعة وحيوي، مشي ذاك الترطيب تاع الخيالي يعني شغل تحسي روحك درتي كيراتين ولا بروتين ولا لا مشي كيما تتخيلي. هو مجرد إذا كان شعرك مش شعر الكيرلي واللي طالع في السما راح يرطبولك شوية برك، إذا كان شعرك رطب ثاني راح يرطبولك شوية برك، مشي داك الترطيب اللي تتخيليه في عقلك باش نقولوا الصراحة برك. بزاف يعجبني هذا الشامبو وكل ما نتلف ونحس شعري جاف وباهت نرجع نستعمله. يمد نعومة ولمعة بزاف هايلة، ولكن عنده مشكل أنه يدير القشرة، وثاني إذا كان فروة رأسك من نوع الدهني فهو راح يزيد يرجع حالك دهنية أكثر. شامبو آخر كنت استعملته وخلاص لي هو هذا اسمه شي بالأرغان. سعره والله ما على بالي نسيت. شوفوا البنات هذا كنت شريته عن طريق الصدفة فقط، ولقيت أنه شامبو محايد في خدمته، يعني ما يرطب لك شعرك ما ينشفولك ما يدير لك والو، برك خدمته أنه ينظف. فكي تغسلي به شعرك راح ينظفولك عادي، وكما كان شعرك راح يخليهولك زعما إذا غسلتي به شعرك وشعرك كان جاف راح يخليهولك جاف، وإذا كان شعرك دهني راح يخليهولك دهني. قصدي يعني هو راح ينظف لك مثلا إذا كنتي دايرة باش نوصل لكم فكرة، إذا كنتي دايرة ماسك زيوت ولا ما إلى ذلك هو راح ينحي لك هذوك الزيوت، راح ينظف لك شعرك، راح تحسي أنها خفيف ومليح.
ولكن ما تستناش منه أنه يرطب لك شعرك ويمد لك لمعة ولا أنه ينشفوا لك ولا يطلعوا لك في السما، لا لا، هذا محايد في خدمته وصراحة بزاف يعجبني. إذا تلفتي كامل بين لي شامبو زعما جربتي واحد دارلك القشرة وجربتي الاخر نشف لك شعرك والاخر رجعوا لك دهني وما إلى ذلك، جربي هذا باسك محايد في خدمته وبالك يعجبك. آخر شامبو كنت استعملته وعييت من نستعمل فيه وعائلتي كامل تستعمل فيه هكاك وما حبش يخلص، هو هذا الشامبو اسمه دارموميد، ان شاء الله نكون نطقت الاسم نيشان. السعة تاعو 1000 مليلتر وسعره 25,000 برك، يعني حجم عائلي بامتياز. ينظف الشعر باهي وريحته ثاني بزاف شابة، ولكن ينشف الشعر غير شوية هكذا، كي تحسي شعرك ناشف مور ما تغسلي بيه ميمشي ينشفوا لك حتى يطلعوا لك في السما، لا لا، ولكن تحسيه جاف. ولكن كنت تستعملي بعده سيرومات ولا زيوت يعاود شعرك يرجع كما كان. من وجهة نظري ينفع إذا كان عندك وليداتك ولا هكا تحبي حاجة اقتصادية ويحكم مدة، فهذا بالك راح يعاونك. وفي النهاية بنات، يعني هذا يبقى مجرد رأي شخصي، وممكن حاجة عجبتني أنا نتوما ما تعجبكمش، وممكن حاجة ما عجبتنيش أنا تعجبكم نتوما. فنتمنى تودوا لي رأيكم في أنواع الشامبو اللي استعملتوهم وإذا عجبوكم ولا لا لا. ما تنسينيش الزينة من لايك واشتراك إذا حبيتي، ودمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.